Audio Jungle. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيبي ومتابعيني من كل مكان، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. طبعا احنا هنتكلم النهاردة على السردين أو الملوحة أيا كان اسمها، فهنشوف طريقة تخليلها وهنشوف كمان ازاي بنجهزها للأكل. هو طبق جميل ومميز. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. أنا جبت هنا حوالي 2 كيلو سردين أو ملوحة. هتنقيهم، تحاولي تنقيهم يبقوا متماسكين وكويسين. هو طبعا بالشكل ده قبل ما يتغسل. في ناس بتعمله من غير ما يتغسل، يا دوب بتنشفه بس هو في الحقيقة لازم يتغسل شوية ونسيبه ينشف. اهم حاجة ننشفه كويس جدا من المية عشان ما يبصي معاكي وقت التخليل او وقت التخزين. ومن شروط نجاحه كمان ان هو لازم يتحط في علبة محكمة الغلق، وتقفلي عليه كويس جدا عشان الهواء ما يدخلوش ويكون فطريات وبكتيريا ويصبح ضار بالصحة، وكمان ممكن يفسد منك ويبوظ ويبقى فيه أعزكم الله حشرات. أهم حاجة زي ما بقولك طريقة الحفظ وطريقة التخزين. تعالوا مع بعض هنشوف هنعمل ايه. أول حاجة هنغسله كويس جدا، وهيبقى بالطريقة دي. بعد الغسيل غسلناه ونضفناه، مش هنقشره ولا حاجة ولا هنفتحه خالص، احنا بس يا دوب هننضفه بس من بره. هنغسله كويس تحت ميه جاريه، وهنسيبه شويه يتصفى خالص خالص لحد ما ينشف الميه اللي عليه. لان زي ما بقولك الميه لو حطيتيه بميته هيعمل معاكي فطريات وبكتيريا وهيبوظ منك. فمن شروطه من شروط نجاحه ان هو لازم يكون ناشف، تجففيه كويس بعد ما يتغسل. يعني تسيبيه كده في التلاجة، لو انت في الحر هتسيبيه في التلاجة من تحت يصفي المية بتاعته. بعد ما ينشف نهائي هجيبه واحط في القاع العلبة المحكمة الغلق، احط فيه ملح، وبعد كده هرص السردين طبقات، كل طبقة هحط عليها ملح. وبعد يومين هلاقيه بالشكل ده. هينزل ميه، انا طبعا مش حاطه ميه نهائي، لكن هو بينزل ميه، وادي الملح على الوش اهو. بعد ما هينزل الميه بتاعته بعد يومين هفتح عليه واحط له طبقه من الزيت، حوالي ربع كوبايه كده من الزيت هرشها عليه كله. الزيت فايدته ايه هنا؟ ان هو بيعمل طبقه عازله ما بين السردين وما بين الهواء. انا حطاه في علبة محكمة الغلق، وكمان حط عليه كيس عشان ما يبقاش داخله هواء من اي مكان. لكن برضو احتياطا احنا بنحط الزيت عشان الهواء يبقى ضامنين ان الهواء مش هيدخل للسردين نهائي. طيب هو بيحتاج قد ايه ملح؟ هو تقريبا 2 كيلو سردين اخد حوالي كوباية من الملح. كوباية حوالي 150، حوالي من 100 ل 150 جرام ملح. احنا بنرش الطبقة، بنحاول ان احنا نغطيها شبه غطا كامل، فبنرش الطبقة التانية من السردين، وبعد كده نحط الملح، وبعدين نحط الطبقة التانية من السردين، وبرضه هنحط على الوش ملح، وهكذا. بتخلصي كل الكمية اللي عندك وبتقفلي عليه، بتحطي على وشه كده كيس برضو احتياطا لمنع دخول الهواء ليه، وتقفلي العلبة بتاعتك كويس جدا. وزي ما قلنا بترجعي بعد يومين هتلاقيه منزل ميته كده. بتحطي له حوالي ربع كوباية من الزيت، وبترشيها عليه كده كله عشان كله تبقى ضامنة ان هو مش هيوصل له الهواء ان شاء الله، ويطلع معاكي كويس جدا. هنا بعد مرور حوالي اسبوع. بعد اسبوع بدأنا ناكل من السردين، وطلع ما شاء الله في منتهى الجمال زي ما احنا شايفين. طلع السردينة ناشفة وتعرفي تمسكيها، ولونها وردي من جوه، وكمان طعمها الملح بتاعها مظبوط جدا. هتعملي الطريقة دي بإذن الله بنفس الخطوات، هتعتمديها بإذن الله وهتطلع معاكي ناجحة جدا. مش هتبطلي تعمليها، وهتبقي بتاكلي سردين نظيف ضامنه نظافته وانت اللي عاملاه بايدك. شايفين ما شاء الله اللون جميل جدا، لونها وردي وحلو جدا جدا، والطعم في منتهى اللذاذه.
وكمان الملح بتاعه زي ما بقولك ملحه مظبوط، يعني مش هيرفع الضغط، مش هيجيب اضرار، مش هتضطري تغسليه عشان تخففي الملح بتاعه. هيبقى لذيذ جدا وهتاكليه على طول باستمرار، وحاجة انتي عاملاها بايديكي وناجحة جدا. قطعت الكمية اللي عندي. طريقة بقى التقطيع بتاعته سهلة خالص. انت بتحشي الراس وبتبدأي تفتحيه كده من الجوانب زي ما شايفين، وكمان تحشي الديل بالمقص بالسكينة اللي يريحك المتاح. بنبتدي نحوش السلسلة اللي في الظهر دي، ايوه. دي بنحوشها، وبتيجي كمان مع الديل، وننقي بقى او نشيل منه الشوك الصغير الموجود، وخاصة انتي لو عندك اولاد اطفال صغيرين لازم طبعا تنظفيه كويس جدا، لان هم مش هيعرفوا يشيلوا الحاجات دي بنفسهم. فنهتم قوي بان احنا نشيل الشوك الصغير ده كويس. هعمل معاكم واحدة كمان اهو. زي ما شفنا فتحتها، قطعت الراس وقطعت الديل، وكمان ممكن الديل تسيبيه بيطلع مع السلسلة مباشرة، وفتحته من الجنب، وهبتدي انقي منه الشوك الصغير، وهرجع اكرر نفس الخطوة وهعمله بنفس الطريقة لحد ما انضف الكمية الموجودة. بس انتي طبعا مش هتنضفيه كله، انت هتنضفي بس على قد الكمية اللي انت هتاكليها، على قد الطبق اللي هتجهزيه، والباقي هتسيبيه زي ما هو في علبته، و مش هتغيري فيه اي حاجة. وكمان هتحطي عليه الكيس وتقفلي العلبة كويس جدا، وتسيبيه في مكان بعيد عن الشمس. وكمان هيقعد معاكي المدة اللي انت عايزاها، ممكن يقعد معاكي اكتر من شهرين 3 بنفس الوضع. بس اهم حاجة تكوني حافظاه كويس، طبعا يكون بعيد عن الشمس، وكمان مقفول كويس جدا. عملت حوالي 7 أو 8 وحدات من السردين، هحط عليهم الليمون، وكمان هقطع عليهم فلفل حامي. الفلفل ده اختياري، ممكن تحطي وممكن لا، بس هو بيديه طعم حلو قوي، بيديله تيست مميز. ويستحسن ان انت تسيبيه في الخلطة دي حوالي ساعتين 3، وممكن كمان تعمليه من بالليل لو هتاكليه الصبح على الفطار، وتحطيه في التلاجة. بياخد بطعم الليمون وبطعم الفلفل، بيديله طعم كده سبايسي شوية، بس بيبقى لذيذ جدا. وممكن كمان عادي جدا لو اكلتيه في نفس الوقت، بس طبعا هو يفضل ان انت تسيبيه في الخلطة زي ما قلنا. زي ما انت تحبي بقى، عايزة تحطي عليه طحينة. انا حطيت هنا طحينة من على الوش كده، حاجة بسيطة يعني، وممكن تحطيه من غير طحينة خالص. الطحينة دي اختياري انت براحتك، بس هي بتديله برضو طعم جميل. قطعت معاه بصل، واحط كمان على البصل ليمون. لو عندك بصل اخضر هيبقى كويس جدا طبعا. وكمان قطعت طبق سلطة حلو كده، حطيت جزر وحطيت خيار. ولو عندك طماطم عايزة تحطي بقدونس او تعمليها سلطة. السلطة دي بقى على حسب ما انت عايزة تعمليها بالشكل اللي يريحك. بس هو اهم حاجة مع السردين البصل، سواء اخضر او بصل عادي، تقطعيه وتحطي عليه ليمون. لو انت عندك اطفال بتعملي معاه طبق بطاطس مقلي او رنجة او ايا كان حاجة بيحبوها. اتمنى تعمليه ويعجبك باذن الله، وما تنسيش اللايك والشير وكومنت حلو تحت الفيديو. ولو انت مشتركة قبل كده يا ريت تدوسي على الجرس وتفعليه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.